بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في نقطة يا جماعة في التوريث مهمة جدا، لازم نعرفها في النية. طبعا الورث حاجة، وعلى حياة عينك بقى لازم تخلي بالك إن ما ينفعش تعمل هبة لحد في أملاكك في حياتك وانت ناوي انك تعمل ده عشان تحرم فلان ولا علان من ميراثه الشرعي. خلي بالك ان ده حرام. يعني ما ينفعش انت تبقى ليك عيال، واحد فيهم مش كويس او ما بيحبكش او انت ما بتحبوش، تروح موزع ثروتك على حياة عينك لكل الاخوات باسمهم. طبعا ده حلال قانونا لكن غلط شرعا، وتقول ده انا حر في حياتي اعمل اللي انا عايزه، الورث ده بعد ما اموت. لا ده يا جماعه ده حرام، مفيش حاجه اسمها كده. لو انت حر في حياتك ما تروح بقى تشرب بفلوسك دي خمره، او تعمل باملاكك دي تلعب بيها ربا، تلعب بيها قمار، او تستخدمها في اي حاجه حرام. لا، مفيش حاجه اسمها انت حر ما لم تضر. دي قاعده شرعيه. انت كده بتضر طبعا، بتعمل ضغينه بينه وبين اخواته بعد ما تموت، وبيكرهك، وبدل ما يقول الله يرحمك هيقول الله يكحمك انك ظلمته. برضو يا جماعة اللي بيكتب، اللي عنده عيال بنات وبيكتب ثروته في حياته لبناته خشية ان اعمامه اخواته يورثوا فيه بعد ما يموت، لو هو عمل كده قاصد كده حرام شرعا. ده حرام شرعا. انت وانت الهبة ما فيهاش مشكلة طالما نيتك كويسة، والنية دي في ايد ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنقول حرام شرعا مش قانونا. انت قانونا تقدر تعمل اللي انت عايزه في حياتك، احنا بنتكلم شرعا. فخلي بالكم دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. احكام التوريث دي جاية من عند ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش نلعب فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.